بيبدأ فيلم النهارده في بريطانيا في قصر اللورد دادلي، وبنعرف ان اللورد امر بالقبض على العالم ورسام الخرايط جوناثان عشان اتجوز بنته في السر، وما كانش اللورد موافق على الجوازه دي، وبيروح عند بنته عشان يمسك جوناثان، وبالفعل بيمسكه وبيقول له انه ارتكب غلطه كبيره، وبيخاف جوناثان وبيجري منه. ولما كان اللورد هيقبض عليه مراته والخدامه بيساعدوه عشان يهرب بره القصر، وفعلا بيركب عربيته وبيجري، وبيقرر جون ان هو يسيب بريطانيا خالص وبياخد معاه ادواته واختراعاته، وبيكتب لمراته رساله وبيعترف لها ان ابوها اللورد عنده حق انه يرفضه لانه مش من مستواهم وفقير، وانه مش هيرجع البلد دي تاني غير لما يثبت للعالم اختراعاته الجغرافيه ويقدر يكتشف كل الممالك المخفيه. وبتوصل الرساله لمراته وبتقراها وكانت حزينه. وبنروح على قريه بعيده، وكان اهالي القريه دي بيعتقدوا ان في روح شريره اسمها في، وكان بنات القريه بيخرجوا للنهر عشان يقدموا قرابين لفي. وفجاه بيتغير الجو وصوت الرعد كان قوي، وبتختفي واحده اسمها بانو، ودي كانت بنت عمده القريه، ولما دورت عليها صاحبتها بتلاقيها غرقانه في الميه، فبتخاف وبتقع هي كمان. وبيظهر وحش بقرونه وبيطلعها على الشط وبيسيبها بعد كده وبيمشي. وفي نفس الوقت ده كان العمده والاهالي بيدوروا على بنته، وبعد شويه صغيرين بيلاقوها وهي بتحتضر بتقول لابوها العمده يخلي الفيلسوف هما يصلي عليها 3 ايام في الكنيسه القديمه لان هو الوحيد اللي يعرف طريق الوحش. وبعدها البنت بتموت، وبيستدعي العمده الفيلسوف هما وبيعرض عليه ذهب عشان ينفذ وصيه بنته، وبيوافق هما وبيسيبوا العمده وبيمشي. وبيبتدي فعلا الصلاه، لكنه بيلاحظ ان الشمع بيطفي لوحده وكان في هوا جامد في المكان، وساعتها بيخاف هما وبيرسم دايره وبيقف جواها، وبتدخل روح شريره عليه. وفي الوقت ده كان العمده مع كاهن الكنيسه عشان هو اللي هيوصل الذهب لهما في الكنيسه القديمه. وبيروح الكاهن وكان معاه 2 حراس، ولما بيوصل عند هما بيلاقيه مغمى عليه وابتدى يخاف هو كمان. وساعتها واحد من الحراس كان عايز ياخد الذهب، والتاني بيطلع يقفل الفتحات بالخشب، لكن الغراب بيهجم عليه وبيقع من فوق. وكان العمده في الطريق على هناك وبيلاحظ ان الغربان بتحوم حوالين الكنيسه، وبيطلب الكاهن منهم انهم يرجعوا ويخلوا المكان بسرعه، وان الكنيسه بقت مكان شرير. وبيخافوا كلهم فعلا وبيسيبوا هما وجثه بانو في الكنيسه وبيهربوا. وبتعدي على الاحداث دي 9 شهور، وبنروح عند جون، وكان لف بلاد وقرى كتير في ال9 شهور دول، وكانت مراته في الفتره دي خلفت ولد وابوها اللورد كان لسه غضبان عليها. وبنشوف جون وكان نايم في عربيته، وبيدخل عنده مجموعه طلاب وبيصحى جون وكان فاكرهم حراميه، وبعدين بيتعرف بيهم وبيعرض عليهم ان هو يوصلهم للمكان اللي هم رايحينه، وبيصاحب عليهم وبيعرف انهم طلاب في معهد اللاهوت، وبيعرفوه ان هو قريب من قريه ملعونه وانه ما يروحش على هناك ابدا. وكان جون مستمتع بالكلام لان بالنسبه له ده اكتشاف جديد. وبيحكوا له الطلاب انهم راحوا القريه دي قبل كده، وان ليهم صديق وهو الفيلسوف هوما، وحكوا له انهم لما دخلوا القريه دي استقبلتهم 6 عجوزه وشربتهم مشروب وناموا بعدها، وبيتضح انها ساحره وخطفت صاحبهم هوما وطارت بيه فتره طويله في طريقها على الكنيسه وبعدين رمته هناك، وانهم من ساعتها ما يعرفوش عنه حاجه. وساعتها بيطلب جون ان هو يشرب معاهم ويكملوا الحكايه، وكملوا ان القريه دي اللي بيسيطر عليها هو الكاهن، وان محدش بيدخل او يخرج من القريه غير باذنه، وان هو كمان الوحيد اللي يعرف الاسرار عن الارواح والوحوش. وساعتها كانوا وصلوا قريب من القريه، وبيخافوا وبينزلوا من عربيه جون، وفي الوقت ده بتهاجم مجموعه ذئاب عربيه جون، وبتخاف الاحصنه وبتدخل على القريه. ولما ضرب عليهم نار بتتحول الذئاب دي لغبار وبعدين بتختفي. وهنا ابتدى يصدق جون ان الحكايه حقيقيه، وكان ساعتها دخل القريه فعلا، وعربيته ابتدت تولع لما خبطت في الحواجز، وبتقف العربيه فجاه وبيطير لفوق وبينزل على الارض، وبيقع قدام اهالي القريه وكانوا واقفين مع الكاهن، وبيقول لهم جون ان هو عالم ورسام خرايط وكان خايف منهم، فبيفتشوا عربيته وبيطلعوا كتاب الخرايط بتاعه. وهنا بيصدقوا العمده وبيكلف العمال انهم يصلحوا له العربيه. وبعد كده بيستدعي العمده الكاهن، وبيفكروا ان عدى 9 شهور على موت بنته بانو ولسه ما عملوش مراسم الدفن، لكن الكاهن بيرفض وبيعرفوا ان الكنيسه القديمه ممنوع تتفتح. وبنروح عند جون وكان بيحلق دقنه ومستحمي، وكان في بيت الست العجوزه وكان تصرفاتها غريبه، وبيكتشف ان هي دي الساحره اللي الطلاب حكوا له عنها، وهي اللي خطفت هوما. وبعد شويه بيوصل خادم العمده وبيبلغه ان العمده عايز يشوفه حالا، وبيروح فعلا عنده وبيحكي له ان هو مش مؤمن بوجود الشياطين، وبيطلب منه العمده ان هو يرسم خريطه للقريه ويخلي مركز الخريطه الكنيسه القديمه، ووعده ان لما يخلص الخريطه هيديله ذهب. وبعدها بيرجع على البيت وبيلاقي ناس كتير هناك، وبيعرف انهم عازمينه على الاكل في بيت الساحره. وبعد ما اتكلموا مع بعض كتير بيعرفوا ان هو عارف اسم الفيلسوف هوما وبيستغربوا. وبيلاحظ جون ان المشروب اللي بيشرب منه هو نفس المشروب اللي شربه مع الطلاب. وبيحكي اهالي القريه لجون ان روح بانو مسكونه، وان هما لما قرب من جثتها التابوت بلعها، لكنه بيتفاجئ انها واقفه جنبه وكانت متحوله ومتوحشه، وكان جذوع الشجر بتهاجمه وعايزه تمسكه، وبتكبر الجذور وبتحوط الكنيسه وبتقفل عليه كل اماكن الخروج، لكن هوما بيقدر يحمي نفسه في اخر لحظه، وقبل ما تموته بيرسم دايره تانية عشان تحميه. ومع طلوع النهار بتختفي الارواح وبترجع الجثه للتابوت تاني، وانهم لحد دلوقتي ما يعرفوش ايه اللي حصل لهوما. فبيرد عليه واحد تاني وبيقول ان هو عارف باقي القصه، وان هوما في الليله التانية كان عايز يحبس الجثه جوه التابوت، وبيعمل كده فعلا وبيقفل عليها بالمسامير، لكن برضه الشمع بيطفي وكان التابوت بيتحرك، وابتدى التابوت يهاجم هوما وكان بيخبطه وبيرميه في كل الزوايا.
وبيقعد على كده فتره لحد ما قدر هما يمسك الفاس، وبيروح وبيكسر التابوت. وساعتها خرجت الجثه وحاولت انها تقتله، وعلى اخر لحظه دخل الدايره وانقذته. وساعتها بيطلع النهار وبترجع على التابوت، وبيقع هما وبيغمى عليه. ولحد دلوقتي مش عارفين باقي القصه ايه، وكان جون مش مقتنع وبيقول هما عرفوا منين. وهنا بيبتدي الاكل يتحول لكائنات غريبه، وكل الاهالي بيتحولوا لارواح شريره وكائنات مرعبه، وابتدوا كلهم يهجموا على جون وكانوا عايزين يقتلوه، لكنه بيتحمى في الدايره وما بقوش شايفينه، وكانوا بيدوروا عليه وهو واقف قدامهم. وبتيجي رياح شديده وبتتحول الساحره على شكل بانو، وما كانتش شايفه جون برضه. وهنا بتستدعي الروح المرعبه في اللي اهالي القريه كانوا بيخافوا منها وبيقدموا لها القرابين. وبالفعل بتحضر فيه وبتهرب كل الارواح والكائنات من البيت. وبيكلم فيه جون وبيقول له انه مش هو اللي قتل بانو وملهوش علاقه، وان روح فيه ما بتاذيش البشر. وهنا بتشوف بانو جون وبتطلب منه يعرف مين اللي قتلها وهو لابس القرون. وبعد شويه بيفوق وبيشوف اثر الفوضى وكان الاهالي نايمين هم كمان. وساعتها قرر جون ان هو يحقق في الجريمه ويروح على الكنيسه، وبياخد معاه خادم العمده بطرس. وبتروح واحده من اهالي القريه وبتبلغ الكاهن انها شافت جون والخادم رايحين ناحيه الكنيسه القديمه. وبيأمر الكاهن 2 من الحراس انهم يروحوا يراقبوه ويبلغوه باللي بيحصل. وبنشوف واحد من الحراس بيروح على المستنقع والتاني بيروح على الكنيسه. وكان جون طلع فوق الكنيسه عشان يقدر يعرف اللي بيحصل، وبيقعد فوق عشان يقدر كمان يرسم خريطه للمنطقه. وبيشوف الحارس وبيروح المستنقع عشان يبلغ الحارس التاني اللي كان اخوه. وبيروحوا عند الكاهن وبيبلغوه عن اللي هم شافوه. وساعتها بيقرر الكاهن ان هو يقلب الاهالي على جون، وبيخرج للاهالي وبيقول ان جون بيعبد روح شريره وانهم لازم يقتلوه ويدافعوا عن الكنيسه. وما كانش العمده مصدق كلام الكاهن وبياخد بعضه وبيمشي. وبنروح عند جون وكان سمع صوت جوه الكنيسه، ولما بيبص شاف حاجه جايه عليه فبيخاف وكان هيقع، لكن بطرس قدر ينقذه على اخر لحظه. وبيرجع بطرس على القريه وبيقابلوا الاهالي وكانوا غضبانين وسايرين عليه. وبيمسكوا الكاهن وكان بيعذبه عشان يعترف هو شاف ايه في الكنيسه. وبيقول بطرس ان العمده طلب من جون ان هو يرسم خريطه للقريه، فبيسيبوا الكاهن بشرط انه يبقى جاسوس عنده ويبلغه بكل اللي بيحصل. وساعتها الاهالي كانوا قرروا ان هم يقتلوا جون، لكن بطرس بيوصل عنده قبلهم وبيقترح عليه ان هو يهرب من القريه دي. وبيقول له ان هو كمان هيهرب بس عايز ياخد معاه مايا خادمه الساحره، وبنعرف انها حبيبته. وبيروح عندها عشان يقنعها انها تهرب معاه وكانت خرصه. وبياخدها فعلا وكان جون معاهم، وهم في الطريق بتتوه منه وبيدور عليها. وبتروح مايا وبتحط حاجه غريبه في الميه، وساعتها بيشوف بطرس الراجل اللي لابس قرون وبيفكر ان هو ده الوحش فيه وبيجري بسرعه. وبيقابلوا الاهالي والكاهن وكانوا عايزين يعرفوا مكان جون. وبيقول لهم بطرس ان هو شاف فيه. وبيجري الاهالي وبيشوفوا مايا وكان في ايديها خنجر. وبيشوفوا الحارس مقتول وافتكروا ان هي اللي قتلته، لكن اللي قتله هو اخوه بسبب الفلوس. وبيقبضوا على مايا وبيقولوا عليها ساحره شريره. وفي الوقت ده كان جون ماشي عند البحيره، واخيرا بيشوف الوحش فيه في الحقيقه مش في الحلم. وكان الراجل ابو قرون موجود، وبيخاف جون وبيقع في الميه وبيغمى عليه. وبيتفاجئ ان في حد بيشده وبيطلعه، وكان هو الراجل ابو قرون وبيقلع القرون وبيسيبها وبيمشي. وبيقرر جون يروح عند العمده لكنه بيشوف مايا وهي مربوطه وبيضربوها وبيحبسوها عشان يعدموها. وبيدخل جون عند العمده وبيحكي له عن اللي هو عارفه وعن موضوع الراجل ابو قرون. وبيقرر العمده ان هو ينقذ مايا وبيروح للكاهن وبيقول له انهم يسيبوها، لكن الكاهن بيأمرهم ما يسمعوش كلامه وبيضربوه وبيوقعوه. وبيدخلوا على جون وبيضربوه برضه وبيربطوه. وبيأمرهم الكاهن انهم يحطوه مع مايا عشان يتعدموا ورا بعض. ولما بيدخل السجن معاها بيقول لها ان هو شافها وهي بتودي اكل للراجل ابو قرون. وساعتها بيسمع جون الكاهن وهو بيتكلم مع الحارس اللي قتل اخوه، وبيتفقوا ان الكل لازم يتورط في دم مايا. وتاني يوم وكانوا بيضربوا مايا بعد ما طلعوها من السجن، وبيهجم بطرس عليهم وكان عايز ينقذها لكنهم بيضربوه هو كمان. وبيربطوا مايا عشان يعدموها اول واحده، وبياخدوها وبيروحوا بيها على المستنقع وبيحطوها وبيربطوها في المركب المخرومه، وبيحملوا المركب حجاره عشان تغرق بيها. وبيروح راجل عجوز على السجن عند جون وبيساعده وبيديله حصان وبيقول له يهرب بسرعه. وساعتها كان بطرس بيحرق مقر الكاهن وبيته وعايز يحرق نفسه معاهم، لكن جون بيتدخل وبينقذه على اخر لحظه. وبيقول له ان مفيش وحش وان اللي بيحصل ده كله وهم وخرافات، وان هم اللي خوفوا نفسهم، وانه مش مصدق ان هو مات لان جثته مش موجوده. وبيعرض عليه ان هو يروح ويلبس قرون الخروف ويشتت انتباه الاهالي ويخليهم يروحوا وراه عند الكنيسه القديمه. وبالفعل بيعمل كده بطرس والاهالي بيسيبوا مايا وبيجروا وراه. وساعتها بينتهز الكاهن الفرصه وبيزق مايا في الميه عشان تغرق. وفي الوقت ده كان جون وصل عند الكنيسه وفتحها وبيلاقي جثه بانو وهما كان موجود. واول ما شاف جون بيخطف منه الخريطه، لكن جون ضربه طلقه في رجله وبيقول له ان هو عارف كل حاجه، وعارف ان هو كان بيحب صاحبه بنت العمده اللي وقعت في الميه وماتت، وعارف ان هو اعتدى على بانو عشان كده قالت لابوها العمده انك لازم تصلي عليها 3 ايام عشان تعترف بجريمتك وتتوب، لكنك قررت ترعب القريه وتزرع فيهم الخوف. وبيقاطعوا هما وبيقولوا ان كل الكلام والاستنتاج بتاعه ده غلط، وانه ما عملش اي حاجه من الكلام اللي هو بيقوله ده. وابتدى يحكي له ان هو كان تايه وقابل بانو، لكن الكاهن كان لابس قرون الخروف وضربه على دماغه واغمى عليه، وانه بعد ما فاق لقى بانو وصاحبتها ميتين. وساعتها لبس جلد الخروف وهرب عشان هيقولوا عليه هو القاتل.
وفجأة بيوصل الكاهن وبيضرب جون على دماغه، وبيمسك هوما وبيحبسه جوه التابوت مع الجثة، وبيعترف ان هو اللي عمل كل الجرايم دي عشان ينقذ دينه، وان بنو كانت ماشية في الحرام وتستاهل. وهنا كان بطرس وصل عند الكنيسة والاهالي كانت وراه، وكان الكاهن خلاص هيموت جون، لكن الصليب بيقع فوقه وبيموت، وبيكون الاهالي واقفين بره وكانوا سامعين كلامه وعرفوا الحقيقة كلها. وفي نفس الوقت بيوصل بطرس عند مايا وبيقدر ينقذها قبل ما تغرق، وكانت الاهالي عرفت خلاص ان الوحش ابو قرون هو الكاهن، وان هم اللي عملوا كده في نفسهم ومشوا ورا الخرافات. وبعد فترة بيفتح جون مدرسة لأطفال القرية، وكان قرر يمحي الجهل عشان ما يصدقوش الخرافات دي تاني، وبيعلمهم كتير من اختراعاته. وبنرجع على بريطانيا، وكان اللورد دادلي ابتدى يسامح بنته ويحب حفيده، وبيعترف بالولد وابوه جون. وساعتها كان جون خارج من القرية وهو فرحان وسعيد، واكيد الارواح اللذيذة دي مش هتسيبه. وبكده خلص الفيلم.